نبتدي الفيديو بقى كده، هنعمل مع بعض فيديو خفيف كده وروحه حلوة مع بعض. تعالي نشوف مكوناتنا ايه، لان هنعمله بطريقة جديدة. تابع معايا طريقة السوا والتكات والطريقة الجديدة لأول مرة هتشوفي الفكرة. معنا كوسة وجزر، فلفل، بصل، دي ورق لوري، ده عيدان البقدونس اللي هي الجدرة اللي بتبقى في الاخر ده، عشان هي اللي فيها قوة الفيتامين اللي فيها، حلوة للقولون جدا. معانا اهو صدر فرخة او تقولي نص كيلو بانيه، جايبة نص كيلو بانيه، ملح وذرة سكر او نص معلقة سكر، فلفل اسود، كمون، كزبرة، طماطمايه مبشورة. هنا الكوسايه دي كوسايه واحده وجزريه واحده واتنين قرن فلفل وبصلايه، ودي ايه عيدين بقدونس. تعالي بقى نروح على البوتاجاز الاول. للمبتدئين اللي لسه داخلين المطبخ جديد، انت عايزه تعملي شويه مكرونه، بصي هنا حطيت هنا معلقه ملح وزيت وشويه ميه يغلوا. احنا معانا اللهم صل على كامل النور كيلو مكرونه كده بالصلاه على الحبيب، هيغلي معاكي. وتعالي لي بقى ايه يا قمر يا جميل يا مسكر. المهم ما تنسيش اول لما تفضيها كده ما تقوميش سايباها ومشي، تمشيها كده ان هي ايه الزيت يمشي مع المكرونه مع كده عشان ما تمسكش في بعضها وتكتل. شايفه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالي بقى للطاسه الحلوه الجميله دي، بصي هنا مولعه عليها اهو تنشف من الميه، وهنحط شويه زيت ذره، زيت نباتي، زيت ملوش ريحه وحشه يعني، عامه زيت زيتون اللي يعجبك. وهنسمي الله. شوفي كده ايه زيتنا قدح ان شاء الله. لو عندك زبده تمشي في الوصفه دي تبقى حلوه جدا. هننزل ورق اللوري مع البصل، هيديكي نكهه عاليه. ماشي. بس بقى نديها لون، ونغير المعلقه دي عشان الطاسه، نديها لون يا حلوه كده، تاخد لون معانا عشان تطلع الفراخ. انا غسلاها بالخل والليمون وتطلع كده ايه النكهه حلوه كده مع الورق اللوري، تدي نكهه جميله للفراخ. لحظه تبدا تدبل بس وارجع. بصي كده بدات تدبل، انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزه نكهه البصل. وبعدين هبدا انزل بالفراخ كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين، هيجل علينا رمضان بخير يا رب، والصحه وعافيه على امه محمد اجمعين. كده تديها صدمه على نار عاليه، فإن ريحة الخل ما شاء الله مع الورق اللوري طالعة عسل. بصي يا عمري اهي، معلش التليفون رن، بس خلاص دبلت اهي الفراخ كده معانا او اتشمعت زي ما بيقولوا. بصي الجزرة انا بشرها عشان ما تبانش، بس بالطريقة دي اللي هي ارفع حاجة في المبشرة هي والكوساية. هننزل الاول بالجزرة والفلفل والبقدونس، معاهم الطماطم. ما تقلقيش من كمية الخضار دي، هتدي نكهة فظيعة، جربيها، انا عن تجربة مجربوها، عشان كده ايه قلت اعملها لك واوريها لك. طعمها في المكرونة جميل جمال ملوش وصف، حاجة يعني عن تجربة. بصوا اصلا الفراخ، بصوا اللهم بارك اللهم بارك، مش هتيجي على المعلقة، بصي دايبة ازاي اصلا، بس عاملة ازاي، ولسه اصلا انت يا دوب حاطة الحاجة، يعني اللهم صل على كامل النور، حاجة جميلة. يعني اساسا هي ممكن ما تحتاجش معاكي السكر. بصي كده هنعمل ايه،
هننزل الملح معانا كده، ومش كل بقى ذروه السكر، حاجه بسيطه كده عشان بس ايه الطماطميه اللي احنا رشيناها. بهاراتنا بقى كلها اللي هو كمون وكزبره وفلفل اسود. بصي معانا وننزل ايه الكوسايه الحلوه دي. خلاص اصلا هو على طول يعني، بصي ما شاء الله اللهم بارك على طول. بصي بقى كده تعالي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على الريحه، حاجه كده اللهم صل على كامل النور. الخلطه ديت جباره جباره ديت. بصي بقى معايا كده على المكرونه اهي، شايفه كل شويه مشي ايدك فيها كده عشان ما تمسكش ولا تلزق ولا اي حاجه. بس اللهم بارك تبارك الله. بس كده تعالوا لي بقى هنا للجمال ده والرائعه دي على طول اهو. خد غلوايه، انت هتغطي عليه دقيقه لو انت عايزه تغطي عليه دقيقه. انا عايزه نكهه الخضار، مش عايزاه يبقى دبلان ووحش كده، انا عايزاه كده ايه حلو على كده يبان بروائعه وجماله. فهعمل ايه بقى؟ سنه صغيره، لحظه مش هحط ميه ولا اي حاجه، هحط غلوه واحده بس ان الخضار يدبل وهقطع عليه. لحظه بقى وارجع. بصي كده دي بقى معاكي تنفع معاكي ايه؟ حشو الجلاش، حشوة تعملي عجينة كده وتعمليها زي الحواوشي، حشوة مكرونة. بصي الريحة لوحدها اللهم اني صايمة بصراحة. ماشي خلاص انا طفيت عليها. وتعالي بقى بصي من المكرونة، بصي ما خدتش اي حاجة، خضارها زي ما هو، شايفة انت شكلها عامل ازاي وريحتها اللهم صل على كامل النور. تعالي بقى نشوف مكرونتها. بس المكرونة خلاص على كده اهي زي العسل كده، فهي تقلب فيها عشان ما تقطعش، واصفيها واجيلك يا قمر. رجعتلك يا قمر. حطينا هنا ايه؟ معلقتين سمنه بس عشان في التلاجة صعب تطلعها، فايه ندوبها كده. لو انت عندك سمنه ما تحطهاش في التلاجة في الشتاء. وننزل قولي يعني معانا 5 معالق دقيق. دوبي يا سمنه براحتك كده اهو. خلاص ساحت السمنه اللهم صل على كامل النور. ننزل عليها بالدقيق كده، قلبي بسرعه كده عشان الدقيق يتحمر. الاول ننزل معاهم كمان نص معلقه نشا، نشتغل كده تقليب 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 عشان نحمر الدقيق كده نسويه. ايوه كده. بصي بقى خد لون اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفه كده عمل زي الكسكسي يعني. بصي مرمل ازاي، الريحه حلوه جدا. طبعا ما شاء الله السمنه مع الدقيق كده نديه تيست حلو. خلاص كده اهو حمرناه. ننزل بقى كده نسمي الله، وتنزلي بكيلو لبن. انا غليها قبل كده جامد بقى عشان تفككي ايه اللبن، علشان ما يكتلش منك. ماشي سريع كده سريع، هو هيفك ان شاء الله على طول. شايفه انت كده لسه ما دابش، لسه شويه. البشاميل اصوله انك انت بعد ما تحمري كده هتنزلي، انا ما حطيتش ملح، هتحطي ملح وبس وفلفل اسود عشان هنحط فيه بيض بعد ما يبرد. بس انا حطيت، انا بحب الكمون فيه جدا، بيدي نكهه حلوه قوي. بس القوام معانا حلو جدا. بصي ما شاء الله اهو بدا يتماسك. نزلنا ملح
اوعي تحطي البيض وهو على النار، البيض يستوي منك. اول لما تطفي قلبيه فيه بعد كده. ماسك شويه كمان عشان عايزه احط البيضتين. فايه كده بصي، اللهم بارك اللهم بارك. اللهم ممكن لو ما عندكيش لبن تعمليه بالشوربه، تعمليه بميه وتحطي له ماجي. لو ما عندكيش شوربه برضو تحطي تحطي مكعب ماجي، هتنكه معاكي، هيبقى طعمه روعه. ماجي وكمون. خلاص كده هحط بقى ايه معايا اهو جوز بيض، شايفه انتي. هنطفي العين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم على طول كده. وادي التانية بس كده. اللهم صل على كامل النور. هتعملي ايه تاني؟ شايفه احنا ليه طافين النار؟ عشان لو كنت في اللحظه دي ما سيحت فلفل اسود، هيديكي بقى نكهه رائعه. بس كده اهو، حاجه كده هيبقى ما شاء الله طعمه لوحده، الاولاد يحبوه. احنا كده معانا كل حاجه مستويه اهي ما شاء الله. يلا بقى نرص الصينيه مع بعض. حطيت هنا معلقه سمنه سايحه كده، وتعالي معايا يا حلوه يا حلوه. وعملناها بالفرشه برضو. نجيب معلقه بشاميل كده نفردها برضو بالفرشه كده اهو. دهناها كده خلاص ماشي. وتعالي بقى شوفي لنا المكرونه الحلوه دي، تقولي بسم الله الرحمن الرحيم. بصي كده. ونعمل ايه بقى؟ نقلبهم كده كلهم كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رايك في الفكريه؟ حلوه جدا. بصي عامله ازاي. كمان كبشه نحطها هنا في الحبه اللي ما جاش عليهم دول اهو. وبعدين ننزل بنص المكرونه كده النص وتساوي كده بالراحه. ايوه كده كده رصيناها اهو. نجيب بقى اللهم صل على كامل النور. حشوتنا دي قلنا تنفع في ايه؟ في السوى. على فكره تاكلوهم ورق اللوري جوه المكرونه، خليكي شاطره. قلنا تنفع في الجلاش، تنفع تعملها حواوشي، وتنفع في كل حاجه. وتنفع تجيبي مكرونه تحمير وتقلبيها فيها كده وتعملها برضو بايركس زي كده ماشي. حلوه. افردي كده. هذه الحشوه الجميله والرائحه الجميله. بس كده. يلا صلي على الحبيب. اللي وصل معايا بالفيديو لحد هنا بقى يعمل لي لايك حلو كده ماشي. اهو 3 ورقات لوري طلعناه. اللي عارفه الورق اللوري او الحبهان اللي تيجي تحطيه في الاتنين دول تعرفي عدده عشان تطلعيه. وبعدين نسمي الله ونجيب بقيه كميه المكرونه. ايه رايك كده؟ بصي كده فردتها يا حبيبه قلبي المكرونه الباقيه. وتعالي ننزل بالبشاميل الجميل ده كده. شايفه كده. بصي بقى اهو هنزل بالبشاميل كله كده كده. تولعي الفرن وتدخليها فيه
انت ممكن تحطيها كده تحت الشوايه بس تاخد لون، هي مستويه كل حاجه فيها. فاحنا برضو هنسيبها شويه في الفرن وبعدين نفتح لها الشوايه شويه. ليه؟ ان تطعم المكرونه مع البشاميل، ياخدوا كده من طعم بعض كده ويتظبطوا. ما تنسيش ان المكرونه لما بتغسليها بيروح منها الطعم. ماشي كده، فكره حلوه لحد هنا. طريقه السوا بقى تابعي معايا الفيديو لحد اخره عشان تعرفي ازاي سويناها وازاي طريقه السوا. بصي بقى، لحظه احط لك هنا ايه، موتزاريلا. عندي كده ميكس بسيط كده من ديت مش ضروريه، من الميكس الشيدر مع موتزاريلا، بس عشان الموتزاريلا سايحه لان انا كنت ناسيه احطها في التلاجة. ماشي، بصي عامله ازاي الموتزاريلا ماسكه في الشيدر، لان هي اصلا مش الفكره ما كانتش في الوصفه دي، جايه كده الفكره جت على الباب، ما كانتش في الوصفه خالص. ماشي حلوه. ادخلها بقى الفرن، مسح البايركس كده خالص، ادخلها الفرن وارجع لك يا قمر. الفرن ولع من تحت سخن، هنحطها فيه وشويه ونولع عليها الشوايه. بصي يا حبايبي بدات تاخد لون اهي ما شاء الله. ولعنا عليها الشوايه ومهديه الشوايه في نفس الوقت. نلفها كده شويه، ايوه ما شاء الله. بصي اهو، بصي مولعه لها الشوايه من فوق ومن تحت، وسايبينها بقى كده ايه تاخد وش جميل مع بعضها كده. هي واخده وش حلو اهو، اللهم صل على كامل النور. بس لسه عايزين نسيبها شويه تاخد وش كمان. بصي ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل بتزغرط جوه الفرن. الشطاري كده واعملي لي لايك لحد ما نشوف النتيجه ان شاء الله تبهرك. بصي بقى، بصي بقى الجمال والروعه والحلاوه، حاجه كده اللهم صل وسلم وبارك. واللون حاجه كده فخامه في الاخر، فخامه من الاخر. بصي انت لما تطلعيها تسيبها تهدى شويه عشان تعرفي تقطعها تطلع معاكي مربعات. احنا هنسمي الله ونشوف هيطلع معانا مربع ولا مش طول. ما طلعش المربع تخليكي عارفه الفكره. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بصي 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 بصي، احنا نعمل كده. واو، لا طلع المربع. لا ما طلعش المربع، دايبه خالص، دايبه دوب كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده مش ينفع الكلام ده، احنا ما ينفعناش الكلام ده. بس عامله ازاي حاجه كده، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك على الريحه. اللهم اني صايمه، اللهم اني صايمه حقيقي حقيقي. اللهم اني صايمه. تعالوا افطروا معايا، تعالوا افطروا معايا. مش عارفه دايبه كده ليه. احنا نعمل ايه بقى؟ بس الجبنه الله اكبر الله اكبر الله اكبر، روعه. بس هي اما تبرد بصراحه اقطع لك اوريك القطع. تعالي بصي عاملين جنبها ايه. دي بقيه الخلطه اللي احنا عاملينها. ده طبق كده احب احطه جنب الاكل. بطاطس بالدقه اللي هو الملح على كمون على السبع بهارات اللي احنا عاملينه على القناه. طماطم بالكمون، ده خيار مخلل اللي هو الحلو الجميل ده، شايفه انت القطمه معانا كروت. بصي بقى الطبق ده روائع رمضان، كل سنه وانتم طيبين ورمضان دخل علينا بخير. شايفه الكوسه، بصي صيام شعبان حلو ان شاء الله. محمره الكوسه وعاملاها برضو بالدقه اللي هي بالملح بالبهار زي ما انت شايفه كده، هي والفلفل في الطعم. اللهم اني صايمه لسه هدوق لك الطعم واقولك. وهنا بصي واو، شوف دي. اما البتاعه التحفه الجباره الجميله الرائعه دي تستاهل منك لايك وشير وتفعلي الجرس. تعالي بقى نكملها غرف، نشوف هنعرف نغرفها ولا لا. اصلا يعني بالسخونيه اللي هي فيها دي. طلع الخرطه اللي وقعت دي الاول،
كده. الله على الريحة الجميلة والطعم، وحاجة كده بتدوب دوب كده. اللهم صل على النبي. الجبنة فيها طلعت فكرة جميلة، لو عندك ماشي اهلا وسهلا. بص لمعتها عاملة ازاي، بص لمعة الوش اصلا مدية لمعة في الوش عامل ازاي، حاجة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تستاهل ان انتي توحدي الله وتختمي الفيديو بالصلاة على الحبيب، وتدوسي لي اشتراك حلو كده، وتعملي لي لايك وكومنت جميل. امانة عليكي اللايك علشان الفيديو يترفع لاكبر عدد من المشاهدين، لانك اجمل بنوتة عملت لايك او اجمل انسان عمل لايك. ونستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا افطروا معانا الفطار الجميل ده في شعبان، وان شاء الله كام يوم يهل عليك رمضان بالخير، واعملها هتطلع ان شاء الله تدعيلي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.